بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. إزاي أتعامل مع حمامي في فصل الشتاء، إزاي فصل الشتاء يعدي عليا بدون أي خسائر، بدون أي أمراض، بدون أي وفيات للحمام، إزاي يعدي عليا بإنتاج ممتاز وسريع ويعود عليا عائد مادي من الهواية. فصل الشتاء يا جماعة أمراضه كتير والهواء المهبل للاسف حمام ممكن يعني يروح منه في خلال يومين ثلاثه، لان الامراض بتبقى كتير في فصل الشتاء مع الانسان المهمل. طيب انا عايز دلوقتي ما يجيليش اي مرض في فصل الشتاء، اعمل ايه؟ اول حاجه ترجع ليها هي اهتمامك بمكانك، المكان اللي انت بتربي فيه حمامك ارجع عليه. بص شوف التهويه كويسه، شوف الهواء صحي، في هواء متجدد في المكان. الطيارات البحريه لازم تسدها خالص، يعني الشباك البحري اللي انت فاتحه في الصيف ده يسد خالص، بتسيب فتحه في القبلي تكون بسيطه، ولو انت حابب يعني تكبرها بالنهار وتقفلها بالليل مفيش مشكله. ساعه الرياح الشديده بتكتفي يعني بشباك بسيط جدا من الاتجاه القبلي. اما البحر ده يا جماعه في فصل الشتاء بيتقفل تماما، لان انت ممكن الجو يخونك، ممكن انت الجو يكون كويس وانت تفتح الحمام البحري تكون في مشوار والكلام من ده، ساعة زمن واحدة او ساعتين الهواء المباشر في وش الحمام هيسبب لك تنفسي، هيسبب لك التهاب رئوي، ممكن يسبب لك اصلا هزة. لان البرد يا جماعه خاصه لو الفرد الحمام اصلا كان عنده معوي، لان في حمام اصلا عندك كويس وبياكل وبيشرب وبينتج ويبقى عنده معوي. الحمام بقى اللي بتلاقي زغاليله مش مكتمله، زغاليله بقى يعني بتموت في عمر يعني العشر ايام الاولى، او بتعجز في ال20 يوم او عند الفطام مبقاش حجمها حجم الطبيعي. كل ده يا جماعه مشاكل في الحمام. لازم تكون عندك رؤية بعلم لفرد الحمام. كل أبطال العالم بيفصلوا الحمام الكبير قبل ما يفرخهم زغلول زي ما قلنا قبل كده، بيدوا كورس وقائي من جميع الأمراض حتى لو الفرد الحمام قدامه سليم. بعد كده بيزوجوا الحمام لبعض، بينتج بينهم زغلول صحي سليم كامل النمو، مفيش عنده أي مرض، بيبقى مشروع بطل ومشروع فرخ في المستقبل. خلي بالك من الكلام ده. يبقى لازم البحر يتقفل، هواء متجدد في المكان، لازم اوعى تستخدم مضادات حيويه في فصل الشتاء عمال على بطال. يعني اهتم بالكلفه، الكلفه يا جماعه هي اهم حاجه في تربيه الحمام. اهتم بالكلفه، اهتم بالسلالات اللي يعني اللي ما بتمرضش. في سلالات يا جماعه عن المرض نادر لما بيحصل لها، في سلالات دايما بتمرض. الحمام اللي بيمرض ده تخلص منه، حاول تسيب الحمام اللي مناعته قويه، لان الحمام مناعته قويه بيورث. حمام مناعته قويه بتبقى سلالات يا جماعه. دي نقطة مهمة. النقطة الأهم اللي زي ما قلت الكلفة، اهتم بقى في فصل الشتاء بكلفة غير فصل الصيف. يعني مثلا تهتم بقى بالعدس، بالفول. دايما يا جماعة تهتموا بالغذاء اللي كويس في فصل الشتاء. في بقى حاجات مساعدات زي مثلا العسل الاسود. اهتم بالعسل الاسود يا جماعه، بيعمل عمليه تدفئه وبيمد الحمام بفيتامينات وبحديد يعني بحاجات كتير جدا. عشان نتكلم على العسل الاسود ده عايزين لنا ساعه. اهتم بالعسل الاسود في الميه، اهتم بالفيتامينات والمكملات اتكلمنا عليها طبعا، اتكلمنا عن اكتر من نوع، في انواع كتير جدا ممتازه، الغالي موجود والرخيص موجود اتكلمنا عنه، وان شاء الله برضو نعمل لحضراتكم فيديو توضيحي بالمكملات. اهتم برضو بالتحديق طوال ال 365 يوم زي ما قلت قبل كده، واهتم بيه مهم جدا يا جماعه في فصل الشتاء. الحمام بيحتاجوا فصل الشتاء اكتر. التحديق كويس اللي هو متعرض لأشعة الشمس او التسخين عشان الميكروبات والسالمونيلا والامراض المعويه. اهتم بالزيوت والخمائر. عايز برضه اقول لك لو انت عندك حمام، طبعا انت شايف سعر الكلفه وشايف اصلا الركود في بيع الحمام. لو انت عندك مثلا 50 جوز حمام، بيع ال 50 جوز حمام حطهم في 5 تجواز غاليين او 10 تجواز غاليين. لو انت عندك زحمه في المكان خف الزحمه، خلي المكان هواء متجدد. انت نفسك ممكن تعرف وانت داخل الحمام بتشم ريحه كده بتعرفك هل الجو او الهواء ده هواء صحي، لان الهواء وزحمه الحمام يا جماعه بيعمل دمعه عين. خلي بالكم الكلام ده. ودمعه العين بتعمل لك يعني عدوى بصوره سريعه، ممكن تلاقي القطاع كله
الحمام كله عنده دمعة عين، ركز في الكلام ده. العلاجات عند اللزوم، مضادات الكنكر مهمة جدا يا جماعة. كل 21 يوم لشهر ادي 3 ايام كنكر. موجود انواع مستوردة ممتازة، موجود المصري، موجود اضعف حاجة البشري، هات الفلاجيل او الامريزول او البروتوزول او الفلاجيفورت. البدائل الموجودة. اهتم بخل التفاح، خل التفاح ممتاز جدا يا جماعة، وانا يعني برجح انك تستخدم الخل الابيض مع خل التفاح. خل ابيض 5 سم مع خل تفاح 5 سم على 2 لتر ميه. استخدمهم 3 ايام كل اسبوعين او مره كل اسبوع. ده يا جماعه بيمنع تشحم الحمام وبيساعد في عمليه الخصوبه، لان في حالات كتير جدا الدهون على المبايض بتعمل عطل للاناث. حاجه تانية برضو بيحميك كمضاد سموم، شايفين الكلفه ومشاكلها، بيحميك وبيمد الحمام برضو بحاجات مهمة جدا بيحتاجها في عملية الفرخ وتطهير جسمه عمال يعني بصورة دورية. اللي عايز برضو أكد على حضراتكم فيه، لو انت بتسمعني دلوقتي وما كنتش حصنت تحصين النيوكاسل، يا ريت تحصن حمامك نيوكاسل بعد رفع المناعة. لو انت شاكك ولو 1% ان حمامك مريض، يا ريت تديله كورس وقائي وليكن الأربعة في واحد. ما عندكش 4 في 1، ممكن الفلاجي موكس ممتاز جدا البيطري، بيحتوي على مادتين الاموكسيسيلين والمترونيدازول موجوده في الفلاجين. لو انت يعني محصن حمامك ان شاء الله وتمام، صدقني مش هتقابل اي مشاكل في فصل الشتاء. وان شاء الله الحديث بقيه نكمل مع حضراتكم الفيديو في فيديو لاحق. لو اول مره تسمعنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، ولو عجب الفيديو يا ريت لايك ومشاركه عشان الكل يستفاد. وانتظرونا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.